عارف لو انا قلت لك على فرقه تشيلسي دي ان احنا نجيب منها اي لعيبه في اي جوله ان شاء الله لو بيلعبوا لوتون على ملعبهم، ما تسمعش كلامي. بص لو انا قلت لك اعمل كده، اعمل الغاء اشتراك للقناه، ولو انت اصلا مش مشترك في القناه فما تفكرش انك تشترك في القناه. لو انا قلت لك هات اي حد من لعيبه تشيلسي، انا بالنسبه لي فرقه تشيلسي دي من جوايا عملت لها بلوك. ده ايه ده ايه ده بجد؟ ايه الفريق ده؟ فريق منتن. انا الفريق ده ما جبتش منه نقط من ساعه ما انا بلعب فانتازي، من ساعه تقريبا ايدن هازارد لما كان هو موجود، كان هو الوحيد اللي في الفرقه دي اللي كان بيجيب له نقط. هما دايما بيجوا في اول ماتش في الشهر بيجيبوا فيه جوان بس، وبقيه الشهر بقى بيعيشوا بقى على الجوان اللي جابوها في الماتش ده. يعني مثلا ماتش فولهام 2-0 ليهم، خلاص هما جابوا اجوان الشهر كلها في ماتش فولهام. زي لوتون كده، بعد لوتون ما شفناش منهم اي حاجه. ولعمك رحيم ستيرلينج ده انا سبته الجوله دي، قلت اختار ديفرنشال عادي يعني، اختار ديفرنشال والناس كلها باعته. ان هو اصلا متوقع ان هو يلعب مهاجم ليه؟ عشان جاكسون مش هيلعب، فان هو هيلعب مهاجم او لو هيلعب جناح. فولهام عندهم مشاكل في العمق بتاعهم، عندهم مشاكل على الاطراف، فسواء كان هيلعب هنا او هنا فده هيفيدني. قلت يبقى اختار ديفرنشال قدام فولهام. يجي في الاخر بوتشيتينو يقعدوا دك، يجي بقى بوتشيتينو ينزله، ومش بس ينزله وخلاص، قلت ان هو ممكن ينزل يجيب له جون يعمل له اسيست اي حاجه. نزل متاكد مليون في الميه ان دي هتحصل، لبس انذار. يعني بص، جاب كام؟ صفر نقطة. أنا كنت قاعد مستني الماتش ده، مش حتى يجيب لي النقطة اللي هي بتاعت المشاركة حتى صفر. طبعا لو أنت أول مرة بتتفرج عليا يا صديقي، فأنا مروان رفعت ودي قناتك صحة فانسي. أتمنى إنك تعمل لي لايك واشتراك في القناة علشان ده حقيقي بيساعدنا إن إحنا نوصل لعدد أكبر من الناس في أسرع وقت ممكن. تعالى كده قبل ما نخش في ملخص الجوله سريعا، ماتش كده سريعا، نشوف ايه ابرز اللي حصل في الماتش كله. تعالى نشوف مين اللي طلع الاول ومين اللي طلع التاني في دوري السياحه فانسي، ودول اللي هيكسبوا الجوائز ان شاء الله. فدول يبعتوا لي على تويتر ان شاء الله عشان يستلموا الجوائز بتاعتهم. لو انت لسه مش مشترك في الدوري بتاعنا فانزل في الديسكريبشن دلوقتي هتلاقي اللينك بتاعه، وهتلاقي برده الكود، سواء ان انت كنت عايز تكتب الكود بنفسك او ان انت تخش من اللينك على طول هيسجلك في الدوري على طول. المركز الاول في شهر سبتمبر في دوري السياحه فانسي اسمه مسمي التيم بتاعه القراصنه، واسمه انا مش عارف انطق اسمه بتاعه قوي، اسمه غالبا المجداد النور حاجه زي كده يعني، مش عارف بالظبط. هو طلع الاول على الشهر ده، على شهر سبتمبر، وجاب 327 نقطه في الشهر ده بس. 327 نقطه ازاي يا اسطى في شهر سبتمبر بس؟ امال انت شهر اغسطس جبت كام؟ انا 327 نقطه دول رصيدي في النقط اصلا كله من ساعه ما بدات الفانتازي السيزون ده. والمركز الثاني في دوري السياحه فانتسي برده مش عارف انطق اسمه، هم الاسماء غريبه شويه واسم التيم بتاعه اغرب كمان، مش عارف اسمه اسم التيم بتاعه مافيوسو او حاجه زي كده، يا رب اكون منطقه صح يعني. المهم ان هو جايب 326 نقطه برضه، فعاش ليكم جدا يا رجاله. ابعتوا لي على تويتر ان شاء الله برضه عشان تستلموا الجوائز بتاعتكم، وهتلاقوا برضه اللينك تحت في الديسكريبشن بتاع تويتر. من المركز الثالث للعاشر دول برضه هم اسمائهم، وعاش جدا جدا ليكم يا شباب. اول ماتش معانا في الجوله طبعا وهو نجم الجوله طبعا اولي واتكنز، ماتش استون فيلا وبرايتون. تعالى كده افكرك معايا الحلقه اللي فاتت وقلت لك ايه على لعيبه استون فيلا الفتره الجايه. افضل اللعيبه من استون فيلا واتكنز وديابي وكاش، لازم تستثمر فيهم وتجيب الثلاثه. انا قلت لك الجدول بتاع استون فيلا الماتشات الجايه سهله جدا، ومش شرط ان انت تستنى بعد ماتش برايتون، ده بالعكس ماتش برايتون على ارض الفيلا ماتش سهل جدا لاستون فيلا كهجوميا. مش متوقع اكيد ان استون فيلا هتكسب 6، كانت عادي ممكن برايتون تكسب، بس الماتش ده كان هيبقى مليان اهداف. 3-3 2-2 لو يعني ان استون فيلا مش هتكسب، فكده كده استون فيلا اللعيبه بتاعتها الماتش ده كان متوقع ان هم يجيبوا نقط، سواء بقى كان واتكنز ديابي كاش وكله اصلا جاب نقط. وطبعا برايتون في الشلاحات استوبينيان اللي معاه احلى سالب 2 عليك يابا. وطبعا كل لعيبه برايتون بلانك ولاعيبه استون فيلا بس هم اللي ظبطونا. وياه بقى لو انت معاك في تشكيلتك واتكنز وديابي وكاش، خلاص يابا انت كده عديت، انت كده مش محتاج بقيه الجوله، انت بس النقط اللي جبتها من الماتش ده تكفيك لجولتين 3 جايين. وبمناسبه نجم الجوله اللي هو واتكنز، برضو للاسف ان مفيش حد توقع معايا الحلقه اللي فاتت ان هيكون نجم الجوله هو واتكنز. اصل كان مين هيتوقع ان واتكنز يجيب له 23 نقطه في الجوله دي؟ واتكنز من ساعه ما بدا في استون فيلا اعلى نقط جابها في تاريخه تقريبا في الجوله الواحده كان تقريبا 12 نقطه، كان جون واسيست. كده بالنسبه لنا اللي هو كده عمل المستحيل. واتكنز دايما يوم ما بيتالق جون واسيست، ما الجونين دي بتبقى كل فين وفين، الجونين دي بالنسبه لنا بتبقى موسم عيد. غير كده واتكنز ما بتستناش منه غير جون كل جوله.
نيجي بقى للماتش اللي بعده، ولو انت ما لبستش خازوق ساكا فتبقى انت معلم، لبست خازوق ساكا فربنا يكون في عونك. جه طبعا ارتيتا من الاول خالص ولعبه اساسي. كل الناس اللي باعوه قال لك جدول الارسنال الفتره الجايه صعبه، جدول مش عارف ايه. طب انا بقى اقول لك ان ماتش السيتي اللي جاي بالغيابات بتاعت السيتي دي، مش عارف ان دي توقعات ولا امنيات علشان ده فريقي، بس يعني ممكن تعتبرها الاثنين، ان ساكا الجوله الجايه هيجيب له جون واسيست، وان احنا ان شاء الله هنكسب السيتي. بس يعني كده تعالى نتكلم عن احداث الماتش. وانا مش عارف بصراحه ساكا ايه اللي بيعمله ده. يعني انت دلوقتي لو انت بعت ساكا فاحمد ربنا ان البلينات اللي جات للارسنال دي ان هو ما دخلش شاطها. اديت كره لاوديجارد، خلاص البلين اللي بعدها شوطها انت، لا اديها لهافرتز. خد يا ابني انت بقالك كتير ما بتجيبش معانا جوان والجمهور كله بيشتمك، خد الكره وسجلها. انا كنت حاسس ان لو في بيلين تالته جات للارسنال كان هيروح يديها لرايا. خد يا ابني انت بقالك كتير ما بتجيبش جوان، خد يا ابني شوط ضربه الجزاء دي علشان اسمك اتحط من ضمن اساطير الحراس اللي دخلوا جون. ايه يا عم ده الاتيبه قلبك دي. وارسنال كعادتها كلين شيت خارج ملعبها ودفاع صلب وكل حاجه، تيجي على ملعبها ما تعرفش ايه اللي بيحصل. وياه بقى لو انت معاك وايت في الدفاع ولو معاك حد كمان زي تريبير في الدفاع، فانت تقريبا من المدافعين بس جابوا لك نقط بتوع ناس تشكيله كامله اصلا. طبعا بورنموث في الشلاحات مش محتاجين نتكلم عنها باي حاجه. نيجي بقى للماتش اللي بعده، اليونايتد وكريستال بالاس. انا بالنسبه لي اليونايتد زي تشيلسي بالظبط، فرقتين مالهمش اي عازه. المضحك جدا بقى ان السيزون اللي فات كان في بعض من جمهور اليونايتد كان بيدافع عن تيني هاج عن موضوع كريستيانو رونالدو، وان هو ده هيبوظ لنا فرقتنا، ده اللي مش عارف ايه. طب فين طيب؟ يعني ده كريستيانو هو اللي هيبوظ لكم فرقتكم، والاقرع ده هو اللي هيصلح لكم فرقتكم. انت لو قاعد بتتفرج على الماتش والفرقتين بدلوا التيشيرتات بتاعتهم، انت مش هتعرف تفرق من مين مانشستر يونايتد ومين كريستال بالاس. وكمان مانشستر يونايتد وعلى ملعبها، لا 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 لا، فريق سيء قوي بجد. انا كل ما بجيب سيرتهم هم وتشيلسي بحس ان انا عايز ارجع. بص، راشفورد، برونو، هويلاند، هالاند اللايت اللي عامل نفسه هالاند ده، وانانا البالونه، اي حد منهم انسى. خلاص الجولات الجايه دي بيع بيع يا عواد. لسه بالاس السيزون ده، وانا قلت لك من اول سيزون خالص ان هو ما تعتبروش ان هو فريق كده ضعيف، وان هو اعتبره فريق يعتبر من نص الجدول. يعني اعتبره كده مثلا زي استون فيلا، زي برايتون، هو ما يقلش حاجه عنهم. بجد فريق كويس جدا. بس بجد اللي صعبان عليا في الفريق ده وهو ايزي. ايزي حرفيا بيعمل كل حاجه في كريستال بالاس بس ما بيجيبش نقط في الاخر. نخش بقى على الماتش اللي بعده، الفريق اللي مدلعنا والفريق اللي مروقنا والفريق اللي بياكلنا والفريق اللي بيشربنا والفريق اللي بيلبسنا، نيوكاسل وبيرنلي. نيوكاسل ده فريقي المفضل بعد الارسنال. ايه الحلاوه وايه الجمال ده. كلين شيت تلاقي، نص ملعب يجيب لنا نقط تلاقي، هجوم يجيب لنا نقط تلاقي. ما فيش احلى من كده ان انت تجيب فرقه تثق فيها، تثق فيها اكتر من السيتي واكتر من ارسنال واكتر من خالك. انا دلوقتي هتكلم على لعيب فيهم، بس قبل ما اقول اسمه عايزك تعمل كده في الشاشه. طبعا عمي وعم عيالي تريبيير، ده حبيبي وعمي وعم عيالي، باشا باشا وابن باشا. كل جوله ما شاء الله عليه، هاتريك، اسيستات، اسيست، كلين شيت، بونص، ما بيخزلناش تماما، زيه بالظبط زي نيكولاس جاكسون. بيس يا مان بيس. وبالنسبه لجوردون، انا مش عارف ان هو خازوق ولا ان هو عشان جاب اسيست فكده كويس. هو بس خازوق من اللي احنا كنا خايفين منه، ان هو خد انذار كمان وكده هيتوقف الماتش الجاي ومش هيلعب. بس هيكون خازوق اكتر للناس اللي كانوا معاهم ترانسفير واحد بس وراحوا اشتروه للجوله دي، ومش هيكون خازوق قوي للناس اللي كانوا عاملين وايلد كارد الجوله اللي فاتت وجابوه. الجوله الجايه سهل جدا ان هم هيقعدوه دكه وهيلعبوا من اي حد من عندهم من على الدكه هينزلوه اساسي. ولازم لازم لازم تفكر في الميرون للجولات الجايه. خلاص بقى مجاميكو حبيب قلبي رجع للفورمه بتاعت السيزون اللي فات، وحاسه ان شاء الله من بدايه الماتش ده ان هو الماتشات الجايه هيتالق، فبرضه ان احنا نركز عليه الفتره الجايه. وطبعا في الهجوم انا حاسس بيك والله على خازوق ويلسون ده. انا عارف ان هو خازوق صعب جدا. خلاص انت بص الجولات الجايه سيبك من ايزاك وسيبك من ويلسون، نشوف اي حد كده يكون اضمن. يا عم احنا نفضل نقعد في حاله الروتيشن كل جوله، يا ترى مين اساسي، ايزاك ولا ويلسون؟ مين هيلعب الابطال؟ مين هيلعب الدوري؟ فكك منهم في الهجوم، نستثمر في خط النص بتاعهم، وطبعا طبعا في الدفاع انت اصلا ممكن لا تجيب الميرون ولا تجيب جوردون وتجيب تريبل من خط الدفاع بتاعهم لما يطلعوا لك بكلين شيت، تبقى انت قاعد كده مستقنيس وقاعد باشا. بالنسبه بقى لبرينلي وعم كومباني، يا عم كومباني شوف لك اي شغلانه تاني غير مدرب. الكار مش كارك يا اسطى والله، يعني بجد انت روح يفتح لك مطعم، محل حلاقه، هات لك عربيه واشتغل عليها اوبر، اي حاجه غير انك تشتغل مدرب. او اقول لك على حاجه، خليك زي ما انت مدرب. انت بالنسبه لنا لقطه في الفانتازي، احنا اي فرقه بتلعب قدامك نروح نجيب منها تريبل. انت لو كنت بتتفرج على ماتش نيوكاسل وبرني تعرف ان الماتش ده اقل حاجه يخلص 10.
نخش الماتش اللي بعده، الفرقه السندله معانا برضو زيها كده زي نيوكاسل شويه، وستهام وشيفيلد. طبعا وستهام لحد دلوقتي والله ما اثرت معانا في حاجه، تلاقي بوين كل جوله ما شاء الله نقط والدنيا تمام. الدفاع عندهم اريولا طبعا مش محتاجين نتكلم عنه، لو تفتكر معايا الحلقه اللي فاتت ان انا قلت لك اريولا لعبه اساسي الجوله الجايه. انت بقى لو اتحنكت وما سمعتش كلامي فدي غلطتك. وبيني وبينك برضو، وانا كنت بنصحك النصيحه دي، انا كنت قاعد مرعوب ان كلين شيت بتاع وستهام يضيع ان السيتي تطلع بكلين شيت. وقتها طبعا كان هيتروق عليا وكنت هتقعد تسحلي وكان هيبقى عندك حق وقتها. وهو خازوق بس جيمس وورد براوس انا ما بنصحش بيه قوي. انت ليه تروح تجيب لعيب تستنى منه ان هو يجيب فاول او يعمل له اسيست من الركنيه؟ فانا من رايي لو انت عايز تستثمر حد من وست هام طبعا من غير كلام بوين. وعلى فكره نسبه ملكيته يعتبر اختيار ديفرنشال، كل الناس بتتكلم عنه كل حاجه، بس هو مش مع ناس كتير. كل الناس بتتكلم عنه، انا هو بكلمك عنه وبقول لك بوين وكل حاجه، بس هو مش معايا في تشكيلتي. شيفيلد دي لحد دلوقتي هي وبيرنلي ولوتون قايمين معانا بالواجب، اي فرقه بتلعب قدامهم نجيب من عندهم اللعيبه بيغرقونا نقط. ونيجي للماتش اللي بعده، وولفرهامبتون ومان سيتي. هنا سأسكت قليلا. انا بالنسبه لي الماتش ده مكيفني لحد دلوقتي. انا واحد بشجع الارسنال مش مكابتن هالاند، فتخيل بقى. وحتى لو انت مش بتشجع الارسنال فانت هتبقى فرحان بخساره السيتي ان انت عايز الدوري يولع. وطبعا مش مكابتن هالاند، كنت حاطط ايدي على قلبي ما اكدبش عليك. اي جوله انا ما بكابتنش فيها هالاند طبعا ببقى قاعد حاطط ايدي على قلبي، بس الحمد لله ان هي عدت على خير. السيتي جابوا جون، الفاريز فاول جامد جدا، لعيبه السيتي كلها بلانك. طبعا ايدرسون التلاجه. الحمد لله ان الجوله دي ما اتحنكتش وسمعت كلامي ورحت لعبت اريولا اساسي. وولكر خازوق، دفاع السيتي كله خازوق، دوكو خازوق، فودن خازوق، هو الوحيد بس اللي مش خازوق وهو الفاريز. ولفرهامبتون بقى انت ما تعرفش لحد دلوقتي هم فريق كويس ولا فريق وحش. هم غالبا زي ما انا قلت لك الحلقه اللي فاتت ان هم بيلاقوا نفسهم في الماتشات الكبيره، ان هم بيلعبوا على الهجمات المرتده في الماتشات الكبيره، وعندهم لعيبه بتساعدهم بالكلام ده. حد مثلا زي نيتو هاته كده وارميه في ماتش وقول له احنا هنلعب على الهجمات المرتده، شوف الواد ده هيطلع نار من بقه ازاي. خش بقى على الماتش اللي بعده، ايفرتون ولوتون. ايفرتون دي جننتنا معاها، حيرتنا، احنا مش عارفين ان هم كويسين ولا وحشين. ممكن تلاقيهم ماتش يخسروا على ملعبهم سكور، والماتش اللي بعده يكسبوا خارج ملعبهم سكور برضه. انت بتبقى نفسك ان انت تروح تجيب من عندهم حد، لان هم كلهم اصلا اختيار ديفرنشال. تيجي مثلا الجوله دي يثبتوا لك ان هم فريق كويس، وان الحد ده اللي انت كان نفسك فيه ان هو يتالق الجوله دي. تيجي الجوله اللي بعدها يثبتوا لك عكس الجوله اللي فاتت ويقولوا لك ان احنا فريق ميت. وطبعا بالنسبه للوتون لو انت معاك موريس للجوله دي، ويا سلام بقى لو مكابتنه، او حتى مش شرط انت تكون مكابتنه، لو انت جايبه الجوله دي فيا بختك يا عم. الماتش الاولاني جون و8 نقط، وان الماتش الجاي قدام بريندلي وعلى ملعبه، فان شاء الله ان شاء الله المفروض يعني ان هو يجيب لك نقط. وانا بصور الحلقه دي لسه ماتش لوتون وبريندلي ما اتلعبش، بس ان شاء الله صدقني بتمنى لك من كل قلبي ان موريس يجيب لك نقط. خش بقى على الماتش اللي بعده، السبيرس وليفربول. قبل ما هتكلم عن السبيرس انا هقول على اسم لعيب، عايزك كده زي ما عملت مع تريبير تعمل كده برضو. طبعا انت عرفت ان هو مين، وهضيف عليه لقب ان احنا نقوله قبل ما ننطق اسمه حاف كده. ما ينفعش ان احنا ننطق اسمه حاف، لازم نقول الاستاذ فلان. خلاص انت عرفته صح؟ وهو الكوري جنة جنون الكوري سون هيونج مين كابتني. تخيل كابتني، والله تخيل ان انا في جوله صابت معايا في الكابتنه الحمد لله. لا وكمان ايه، هالاند بلانك. انا مش مصدق نفسي. انا قلت دفاع ليفربول مر، والله كان سون كان يقدر ان هو يطلع له اكتر من جول، بس يلا الحمد لله. هبقى مفتري لو انا زعلت ان هو جاب لي جون بس، هبقى مفتري. طبعا كنت بطمع ان هو يجيب لي اكتر من جون، بس الحمد لله انا راضي قوي. جون احسن من ما فيش، احسن من البلانك بتاع هالاند. الاستاذ سون لو لسه مش معاك في تشكيلتك لحد دلوقتي فاقفل الفيديو احسن. لازم يا باشا تجيبه الفترة الجاية وتسيبه، وكل يوم تفتح تشكيلتك كده أول ما تصحى تضرب له تعظيم سلام. وماديسون والله قدم ماتش كبير جدا، وكان ممكن برضه إن هو يطلع له بنقط كتير جدا عادي جدا. وأنا أصلا ماديسون لو ما كنتش اتأكدت إن هو كان هيلعب أساسي الماتش ده أنا ما كنتش هكابتن سون. إن هي توتنهام حرفيا من غير ماديسون هتبقى ملط، مش هيوصلوا للجون خالص، بس برضه ما كنتش هوديها لهالاند، كنت بقى أشوف أي حد تاني كابتن. وطبعا خازوق أودوجي، وده المتوقع يعني، إحنا ما اتفاجئناش إن أودوجي طلع لنا بنقطة قدام ليفربول، ما ده عادي ده المتوقع، بس أنا اضطريت ان العبه اساسي عشان ما عنديش حد على الدكه ان انا احطه اساسي. الليفر كان باد لك في الماتش ده بسبب ان الطرد بتاع الشوط الاولاني ده قضى عليهم تماما. خلاص بقى كده ان هو ما فيش اي حد من الهجوم اللي انت تتوقع ان هو هيجيب لك نقط، حتى لو صلاح انت هتبقى قاعد مش مستني منه حاجه بعد الطرد ده. وتفكر جدا جدا في داروين نونيز. هنتكلم عن كل اللعيبه دي ان شاء الله في الحلقه الجايه، عشان هيبقى فيه كلام كتير جدا وخطير جدا جدا للحلقه الجايه. عشان كده لو انت مش عامل اشتراك فانزل اعمل لي اشتراك حالا، عشان ان شاء الله نبقى مع بعض في الجولات الجايه.
ونيجي بقى للماتش اللي بعده، العيان والميت، برينتفورد ونوتنجهام. انا استاهل ان جبتك يا مبويمو. انت عارف ان الحل الوحيد لمبويمو ان انت تعمل ايه؟ ان انت تجيبه في ماتشات برينتفورد هتلعب فيها ب 3-5-2، يعني دايما برينتفورد بتلعب ب 3-5-2 قدام الفرق الكبيره زي ما احنا عارفين. دايما بقى بتلاقي ان مبويمو بيبقى خطير في الخطه دي، وان برينتفورد بتلعب على التحولات الهجوميه بتبقى اخطر كمان، بتبقى خارج ملعبها. بس انا تعبت منه وما عنديش اي استعداد تاني ان انا اقعد اتفرج على ماتش كامل لبرينتفورد بالعقم الهجومي بتاعها ده. نوتنجهام كعادتها بتقاوح قدام الفرق وبتضيع منهم الكلين شيت، وبيخش فيها اجوان برده بس بيضيع منهم كلين شيت. وان انا لما كنت بتكلم عن الماتش ده ان هو العيان والميت، انا كان قصدي الميت ان هو برينتفورد. على فكره نوتنجهام والله من اول السيزون بتقدم اداء كويس جدا بالنسبه للسيزون اللي فات، فهم السيزون ده يعتبر ان هم تحسهم كده استون فيلا او برايتون، بيلعبوا اداء كويس جدا، ان هم ما بتعتبرهمش من الفرق الصغيره. يعني مثلا السيزون اللي فات بالذات كان في اول السيزون كانت اي فرقه بتلعب نوتنجهام، وبالذات ان الفرقه دي على ملعبها نيجي نجيب من الفرقه دي حد ونكابتنه عشان قدام نوتنجهام. السيزون ده مختلفين تماما بقى، وان هم اجبرونا ان احنا ما نعملش كده قدامهم. ونيجي لماتش تشيلسي وفولهام. الماتش ده انا هتكلم عنه سريعا كده، عشان بجد مجرد ما بذكر اسم الفرقه دي انا خلاص ببقى عايز ان انا ارجع. انا بالنسبه لي تشيلسي حطيتها في قائمه البلاك ليست خلاص بكل اللعيبه اللي فيها. المدرب بتاعهم ده انا مش عايز اذكر اسمه. فوق يا اسطى، انت بتلعب بناس مضحكه قدام. ستيرلينج يعني مش هو الظاهره ولا هو ليونيل ميسي اللي هينزل يكسر الدنيا، بس يعني لعبه يا اسطى عادي، هو المتوقع الوحيد ان هو يعمل لك حاجه. بص انا الفرقه دي الحمد لله غورت تشيلويل، والحمد لله غورت جاكسون، فاضل لي بس ابو طيبه قلب كبيره ويبقى انا خلاص خلصت منهم. وعمري ما هجيب من عندهم اي حد تاني حتى لو جابوا كريستيانو في الهجوم. يعني دلوقتي زمان بوروخا ومودريك قاعدين مبسوطين ان هو حد فيهم هيكسب جايزه اجمل هدف في الشهر. وتعالى كده يا صديقي، زي ما اتعودنا في حلقه الملخص ان احنا بنشوف التشكيله اللي احنا عملناها اللي هم افضل 11 لعيب من وجهه نظري للجوله الجايه، ان هي بتبقى جابت كام نقطه، ودي بقارن ما بينها وما بين تشكيله السكاوت بتاع الموقع الرسمي اللي بينزلها، وبنشوف مين اللي جاب اعلى، احنا ولا هم. التشكيله بتاعتنا اللي احنا اخترناها ان هم دول افضل 11 لعيبه للجوله دي، جابت لحد دلوقتي 69 نقطه، وفضل لها موريس. بص كده معايا، بوب، تريبير، وولكر للاسف، وكوفال ده اختيار كويس جدا برضو، بون في نص الملعب، ديكوري، جوردون، سون، راشفورد العاق، اتنين في الهجوم، هالاند طبعا هو الكابتن، وموريس فاضل له الماتش بتاعه. وتشكيله السكاوت بتاع الموقع الرسمي هم للاسف لحد دلوقتي جابوا 83 نقطه، كله بسبب اوديجارد وبسبب العاق ساكا، هو يروح يديله الكره يجيب منها بيلي. وهم فاضل لهم برده موريس، وفاضل لهم كابوري، بس كده كده ده مش هيجيب لهم حاجه يعني، فمش مشكله. هم جوله كسبونا، احنا بقالنا جولتين نكسبهم، كده النتيجه الاجماليه 3-2 لينا الحمد لله. وتعالى اوريك تشكيلتي بقى. الحمد لله انا كنت نسيت الاسهم الخضراء، الحمد لله الجوله دي اسهم خضراء، والحمد لله متعشيه قوي معايا في الحراسه ان انا حطيت اريولا اساسي، ومعايا تريبير ودوجي وكاش. تريبير ان انا جبته الجوله دي مكان تشيلويل، ومعايا الخمسه في نص الملعب، مبومو العاق، وستيرلينج العاق، وساكا، وسون، وماديسون. انا عمري ما اقدر اقول عليك ان انت عاق يا اسطى، عشان حرفيا انت بتعمل كل حاجه في توتنهام وبتجيب لنا نقط كل جوله، فان احنا نستحملك الجوله عادي يعني. في الهجوم هالاند والفاريز، وانا الحمد لله ما كابتنتش هالاند وكابتنت الجوله دي سون، فجوله الحمد لله مش عايزين منها ولا حاجه، فجوله ان احنا نبني عليها بقى للجولات الجايه. اسهم خضراء بقى الحمد لله كل حاجه، نظبط بقى دنيتنا وان احنا بقى نبني من الجوله دي. مش عايزين بقى نشوف اي اسهم حمراء تاني في الاكونتات بتاعتنا. واهم حاجه مش عايزك تستعجل على التغييرات بتاعتك خالص، لسه في ابطال نص الاسبوع، لسه كمان بعدها في يوروبا ليج في اخر الاسبوع، فبلاش ان انت تتسرع وتعمل تغيير وتقعد تعيط ان اللعيب اللي انت جبته ده يطلع في الاخر ان هو اتصاب مثلا، فما تتسرعش. وان شاء الله كده هنبقى مع بعض الحلقه الجايه نفكر سوا ونخطط سوا ان باذن الله عايزين الجولات الجايه كلها اسهم خضراء. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهايه الحلقه. اتمنى لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناه، عشان ده حقيقي بيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. وكان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقات جايه، ويستيحوا فانسي. سلام.